مش الليبرو الصريح، مش القديمه بتاعتنا، مش قديمه. هو ممكن تعتمد عليها بس لازم تكون يعني محفظ اللعيبه وشغال عليها. هي شغاله على سيستم واحد بقى لها فتره، فما ينفعش تيجي في ماتش قبليه بيوم تقول لهم انا هلعب كده. لكن ممكن جوه الماتش، ممكن جوه الماتش برضو، بس برضو انت ما ينفعش في ناس، خد بالك انا اقول لك حاجه، في ناس ما تعرفش الحاجات دي. مش تقليل من اللعيبه، انا ما اقصدش، انا فاهم. لا فاهم، هي ما تعودوش عليه. هو بيلعب بال 4-4-2 اللي هي الصريحه 4-4-2 هم ال 4 بقالهم هم فتره بيلعبوا كده، فخلاص التغطيات العكسيه وخلاص خلص. انك انت هتقول له بقى باك هنلعب بثلاثه وانت بتهاجم تبقى بتطلع قدام، لكن لما احنا بندافع هترجع، يعني بيبقى ليها مثلا تحركات معينه ممكن ما يكونش هو عارف. انتوا من الفرق المتنوعه، يعني فرقه المقصه من الفرق اللي عندها تنوع في الاداء على مستوى الاطراف وعلى مستوى الاختراق من العمق، وكمان فيكو ميزه انا من خلال حتى المتابعه من السنه اللي فاتت والسنه دي كمان، انتوا بتعرفوا تتحكموا في رتم المباريات لما بتكونوا في يومكم. يعني الفرقه انتوا في يومكم بتعرفوا تتحكموا في الرتم نفسه، تحرك ايقاع المباراه امتى تسرعها وامتى تبطئها. بص، وبالنسبه الكلمه اللي انت قلتها دي، انا والله من يعني قبل الماتش الاخير في الدوري اللي كنا بنلعب امبي، انا حتى كنت قاعد، يعني كنت قاعد مع اللعيبه كنا بنتكلم، انا قلت يعني احنا فعلا كفرقه انا ما يهمنيش هلاعب مين. يعني انا ما ببصش مثلا حتى لو هلاعب اهلي زمالك، ما بيهمنيش اسم الفرقه، امبي سموحه كلهم فرقه طبعا كبيره ومحترمه، لكن انا يهمني حالتنا احنا عامله ازاي. صحيح. احنا لو حالتنا كويسه هنكسب اي حد، وانا قلت لهم احنا كسبنا الزمالك وكسبنا الاهلي السنه اللي فاتت، كسبنا الاهلي والسنه اللي قبليها كسبنا الزمالك وعادي، وبنكسب وكسبنا سموحه السنه اللي فاتت واللي قبليها. فعملنا نتائج، فانا يهمني حالتي انا عامله ازاي. لو انا حالتي كويسه، احنا كفرقه مقصه، لو احنا حالتنا كويسه هنكسب ان شاء الله اي حد، بما فيهم الاهلي والزمالك. بما فيهم الاهلي والزمالك. ده انت سخن. لا دي حقيقه، ما احنا كسبناها، مش مشكله، ما دي حاجه حلوه. مش سخونيه والله، بس انا عشان هي ثقه في اللعيبه مش اكتر. اللعيبه دي فعلا لو في حالتها هنكسب اي حد. بس انتوا كمان عندكم يعني بص بصراحه ما بحسش ان انتوا فرقه كلاسيك.